السلام عليكم ومرحبا بكم، جمعة مباركة للجميع. ان شاء الله تكونوا قايتين لاباس وفي احسن احوالكم. جيتكم في هذا الفيديو بهذه الوصفه تاع البريوش، يجي بزاف خفيف وبنين ويجي ما شاء الله في البنه تاعو. نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. مباشره نروح نستعرض معكم المكونات تاع هذا البريوش. كما كتشوفوا البنات، هنايا استعملت هذا الكاس، انا عبرت به، درت هنايا كاس تاع الحليب. الحليب كان دافي، نص كاس تاع زيت، ونزيد عليه تاني نص كاس تاع السكر. بالنسبه لسكر البنات اللي يحب الحلاوه يدير، يعني الميز راهو يعني يبقى ليكم، تقدروا تنقصوا وتقدروا تزيدوا شويه في الكميه تاع السكر. نزيد نكسر عليه هكايا حبه تاع البيض، ونزيد هكا نص مغرفه كبيره تاع الخميره الكيميائيه. نزيد ندير الملح هكا تقريبا مغرفه صغيره تاع الملح. وهكا البنات نزيد نستعمل الخل. اذا كان عندكم الخل الابيض استعملوا، اذا ما عندكمش استعملوا عادي كما انا استعملت هنايا. الخل الاحمر كان عندي، كانت مغرفه كبيره كما شفتوا. ونجيب غير هكايا هاد الفوي، ونبدا نخلط في المكونات. نزيد عليهم مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ونبدا هكايا نخلط في هاد المكونات. قلت لكم غير بيدي هكا بالفوي. وبالنسبه لهاد البريوش البنات، باش تنجحوا فيه ضروري انكم تخلوه، يعني تعطوا له وقته باش يخمر مليح. لازم تعطوا له الوقت باش يخمر لكم مليح حتى تشوفوه بلي راهو خمر هذاك البريوش مليح، باش باش يعني باش يعني تبداو تخدموا عليه. وهكا نبدا نضيف في الفرينه تدريجيا، ونطم في هذاك العجين بالفرينه. كاينه تاني هذه الخطوه البنات، ما لازمش العجين تاعكم يكون بزاف ناشف، خلوه يجي شويه هكايا طري، هكا باش البريوش تاعكم ما يجيكمش يابس هكا. ودوكا هنايا في هذه المرحله نستعمل يديه، ونبدا نطم هكا كما كتشوفوا. في كل مره راني حنضيف الفرينه ونطم. كيما دائما نقول لكم البنات، انا ميمتي راهي مريضه، ادعوا لها ربي يشفيها ان شاء الله ويخفف وجعها ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. يعني ولا غير راهي في حاله، نتمنى انكم تدعوها، عفوا تدعوا لها وتتفكروها، يعني في كل صلاتكم تدعوا لها وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. قلت لكم هنا البنات، بعد اللي كنت طميت هذاك العجين، شوفوا كيفاش خليته شويه ماهوش يابس. كما كتشوفوا يلصق شويه في يديا. وهكا فوق سطح العمل بديت نعجن فيه هكا واحد ال5 دقائق ولا هكاك 10، يعني ممكن 5 دقائق هكاك تخلوه يعني تعجنوا هكا، وديروه مباشره في لا ريسيبيون تاعكم، تخلوه هكايا حتى كي تشوفوه خمر مليح. شوفوا البنات، انا خليته خمر لي مليح هذاك العجين. بعد اللي تشوفوه خمر لكم مليح هذاك الوقت، تنحوه من لا ريسيبيون وتبداو يعني تخدموا عليه هكا بهذه الطريقه. نعجنو هكايا غير حاجه خفيفه في هذه المرحله، مانيش حنعجن فيه بزاف. ونبدا نقطع في يعني في هذوك الكريرات اللي يعني حندير بهم البريوش. تقدروا تعطوا لهم الشكل اللي حبيتو والحجم اللي حبيتو. اذا كنتوا تحبوهم صغيورين ديروهم صغار، اذا كنتوا تحبوهم كبار ديروهم كبار. هذه يعني الخطوه اختياريه ترجع ليكم كما تحبوا ديروهم. قلت لكم بالنسبه للشكل وبالنسبه للحجم هكا بهذه الطريقه. انا درت هاد الكميه يعني من الخبيزات، تقريبا قسمتها هكا على 5 ولا على 6. في الحقيقة هاد الوصفة عندي شحال من اللي كنت صورتها، ومع الظروف وقاعدين ما لحقت كاع باش نشاركها معاكم. يعني اليوم باش قدرت ودرت المونتاج، وقلت ولا غنشاركها مع خواتاتي. وسمحوا لي البنات، على بالي بليك طولت عليكم في الغيبة، على غالب ولا غير الظروف، ماشي حتى حاجة اللي شدتني عليكم. الظروف هي اللي لا غالب. هذه هي البنات.
ونبسطوا هذا العجين تاعنا تاع البريوش كما كتشوفوا بهذا الشكل، ما يكونش بزاف رقيق وثاني ما يكونش بزاف خشين. نجيب سنيوه هكا ندير فيها ورق الطهي ونديرهم هكايا، نبدا نعطي لهم غير هذا الشكل انايا بالموس. قلت لكم حنعطي لهم هذا الشكل نتوما كيما تحبوا. قلت لكم بلي الخطوه هذه اختياريه بالنسبه لكم. هكا نعطي لهم غير هذا الشكل وهكا باش نخليهم بجيه يخمروا لي هكا بهذه الطريقه. نكمل هكايا كاع الحبات نعطي لهم هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه هكا كيما كتشوفوا. حتى نكمل كاع هذوك الحبات. بعدها هنايا البنات جبت الحبه تاع البيض، كنت ضفت عليها شويه برك تاع الحليب، واحد المغرفه كبيره تاع الحليب، وكنت ضربتها مليح. وحنبدا نمسح الوجه تاع هذوك الحبات تاع البريوش هكا البنات. انا دائما ندير البيض قبل ما يخمر لي هذاك البريوش، لانه اذا كان درت له يعني البيض بعد ما يخمر يحبط هذاك الخميره تاع هذاك البريوش. على هذا الشيء اللي يعني درته هكايا، دهنته دوكا بالبيض. نخليهم حتى يخمروا تاني، نخليهم يخمروا لي المره الثانيه كيما هكا. من جهه واحده اخرى الكوشه ولا الفور تاعكم تكونوا شعلتوا له يسخن على واحد 180 حتى 200 درجه. بعد اللي يسخن دخلوهم مباشره يطيبوا لكم اكيد بعد ما يخمروا. قلت لكم البنات هامليك الحبيبات تاعي تاع البريوش كيما كتشوفوا بعد اللي كانوا طابوا داو لي هذا اللون الذهبي. جاو بزاف خفاف ومقطنين لداخل. انا كنت يعني حشيتهم بشيكولا يعني تاع الطلاء، وكنت هكايا من فوق مسحت لهم بلا جولي، ورشيتهم هكا بشويه تاع الجوز كان مكسر. نتوما ديروهم كيما حبيتوا، تقدروا تحشوهم باي نوع تاع الكريمات اللي تحبوا، ولا يعني تقدموهم هكا عادي، ماشي لازم تحشوهم لداخل. قلت لكم راهم يجوا بزاف خفاف ومقطنين. وكما كتشوفوا درت لهم هذا الرشه الخفيفه تاع السكر كلاص. هذه تاني خطوه اختياريه، اللي ما يحبش الحلاوه يقدر يستغنى عليه. فوالا البنات كانت هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. كما دائما نقول لكم تهلاو في ناسكم وحبابكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.